طبعا انا لو بالسرعه دي كان اليوم اختلف كتير، يعني ربنا يديكم الصحه جميعا. بيعجبني جدا الروتين وانا بتفرج عليه ومسرعاه، واتمنى ان انا اكون في السرعه والاداء السريع ده. يلا نصلي على الحبيب بسرعه بقى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله، ونشوف احنا كنا بنعمل ايه النهارده. وانتظروني بقى ان شاء الله كل ما انزل لكم روتين، بس شجعوني بلايكاتكم وكومنتاتكم الجميله اللي بتشجعني وبترفع كده من روحي المعنويه يا اخواتي، ما تبخلوش عليا بيها. واللايك بتاعك بيرفع لي من الروتين وما يخليش مجهود يروح على الارض، وانتي ما ترضيش ان مجهود اختك يروح على الارض طبعا. حط اللايك، ولو انتي اول مره تشوفيني هتشرف جدا بيكي ان انا هزيد اختي جميله وقمر زيك باشتراكك. ويلا بينا نشوف قلنا هنعمل ايه. بصوا بقى، انا عايزه اهرب، مش عارفه اروح فين من قطعان الميه. بجد اتخنقت والله يا بنات، اتخنقت خنقه سودا من قطعان الميه. كل ما اجي اعمل حاجه تيجي دقيقتين وتقطع 10، تيجي دقيقتين وتقطع 10، تيجي دقيقتين وتقطع 10. كان خلاص فاضل حاجات بسيطه على المغرب جدا، لان انا كنت مستنيه طول النهار، فقلت لا لا انجز بقى كده. ورحت لما الدنيا حواليا وغسلت الحاجات اللي هي بقى الشرب والاكل وكده، وابتديت ان انا اعمل الاكل وكملت اول ما جت ايه بعد الفطار. ما احنا في حاجات كده غصب عننا لازم نتصرف فيها وننجز يومنا عشان يومنا يخلص. يعني لو انا اتكلت على الميه مش هعمل ولا هنجز حاجه. طبعا انا مخزنه ميه للشرب وميه للاكل، وعندي مواعين نضيفه ممكن اطبخ فيها. بس عشان المطبخ عندي الحمد لله ربنا يوسع علينا جميعا ضيق، لازم ما يكونش في مواعين كتير، وكده ما بعرفش انجز يومي. زي ما انتم شايفين عماله اجيب ماليه كام ازازه كده، واحده للمواعين وواحده للشرب. يعني كلهم نضاف، بس انا هخصص واحده كده وواحده كده يعني. واليوم ده كنت هعمل سمك، والحمد لله السمك لولا كان عندي نضيف كان اليوم عندي باظ. فقلت اعمل سمك وطبق رز اصفر، وسمك وطبق سلطه، وننجز اليوم. كل نعمه ربنا الحمد لله عليها. انا في يومي ما بخصصش ان انا عايزه اعمل اكله معينه او شوربه معين او اي حاجه معينه. انا بصحى بسيستم يومي بالموجود عندي، او اللي انا عايزه اجيبه وامشي بيه جنب الاكل الموجود عندي. والاكل بيبقى جميل واليوم بيمشي. ومش ازاي ان انت تكلفي وتصرفي، ازاي ان احنا ماشي يومنا عادي. كل يوم بناكل وكل يوم بنشرب، وعملنا الحمد لله كل جميع انواع الاكل. وربنا يوسع عليكم جميعا ويرزقكم بالذريه الصالحه، اللهم امين. ويديكم حتى يرضيكم اخواتي الكرام. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد طبعا. واول عيد هنقضيه مع بعض هيبقى احلى عيد ان شاء الله، وهعيشكم بقى اجواء العيد ويوم الوقفه وتجهيزات العيد وكل حاجه تعيشيها معايا. فعشان كده اشتركي في القناه عشان ما يفوتكيش اي حاجه بنزلها، وتشاركيني كل حاجه في يومي يا اختي الكريمه. تمام. طبعا انا بكلمكم وانا من المطبخ، وبعمل لكم برضو اكله حلوه جدا هتعجبكم، هنزلها لكم على القناه. ف يعني انا بمنتج دلوقتي. بصوا الست ب 100 ايد، انا غسلت المواعين وعلقت على الاكل وصورت من الروتين وبسجل معاكم. بعد كده هطفي واكمل تسجيل الروتين. بس يلا بقى نشوف كنا بنعمل ايه. انا جبت زي ما انتم شايفين كده المبشره، بشرت الجزر بتاعي، عملت شويه جزر حلوين لان هعمل رز بالجزر والبصل والفلفل والبهارات السمك بقى، ورز بقى ايه تحفه كده بتاع السمك بتاعنا. وهعمل السمك اللي هو السنجاري من غير ورق فويل ولا ورق زبده ولا اي حاجه، وما لزقش، وكان تحفه وطعمه حلو جدا. وهعمل طبق السلطه بالجزر كده، كان طعمه حلو جدا برضو معاكم. انا قطعت بصلتين حلوين كده كبار وسبتهم يتشوحوا على النار. انا مش شايفه دلوقتي عشان كنت بعمل حاجات، فمش شايفه انا حطيتهم على النار ولا لا، بس تقريبا اتحطوا على النار. والجزر زي ما انتم شايفين هبتدي كده خلاص. طبعا عملت كميه حلوه جدا من الجزر. الجزر حلو ومفيد جدا زي ما بيقولوا، بيقوي النظر يعني، فندخله في جميع اكلنا عند الولاد وكده، حتى لو ما بياكلوش هيعدي في وسط الاكل وحاجات مفيده. و... وعملت طبق سلطه حلو، وعملت سمك السنجاري من غير ولا ورق فويل ولا ورق المونيا، وما لزقش، وكان حلو جدا بصراحه. الطريقه دي في السمك بتعجبني، بتبقى ايه احلى من المحلات والله. يعني انا بجيبه من بره ما بيعجبنيش قد ان انا بعمله. ساعات بيبقى بره مالح، ساعات بيبقى مشطشط شويه، ساعات بيبقى ناقص ملح. فحاجه في البيت بتظبط. ولو في وقت نعمل تمام، تعبانين وهنشتري من بره تمام برضو. يعني المهم اليوم يعدي وننجز يومنا وخلاص. يعني طبعا الست المصريه بتعدي من يومها كتير، وطبعا احنا في ايام عيد وكده فممكن ما نفضاش. زي ما انتم شايفين قلبت الجزر وحطيت فلفل وحطيت كاري وحطيت اللي هو بهارات السمك، وحطيت ملح، وحطيت ايه الرز زي ما انتم شايفين. هنديله تشويح حلو، بعد كده هنحط عليه ميه بتغلي، وكان مفلفل وجميل جدا وكان طعمه حلو قوي. وطبعا الكاري والكركم الجزر معاهم ادى صفار للرز اكتر. يعني انا يمكن ما كترتش من الكركم والكاري قوي، لان هما اللهم صل على الحبيب عليه الصلاه والسلام. الجزر كان صفر عندي الرز، يعني كان تمام، كان حلو وكان طعمه حلو، كان تمام. يعني ما بعتمدش على الالوان قوي بتاعت الحاجه، بحب الحاجات الطبيعيه. طبعا الكاري والكركم مفيدين يعني.
زي ما انتوا شايفين عم حطيت شويه كمان كده. كنت انا بحب الرز يبقى اصفر قوي، بس برضو ما حطيتش كتير، يعني المفروض احط نص معلقه حلوه، حطيت يعني ربع معلقه كده حلوه يعني. وابتديت ان انا اقلب بقى وفلفل وكده، وظبطت ايه الدنيا، بديله تشويحه وصدمه مع النار عشان ما يعجنش، وشويه ملح كده، وبهرته تمام بهارات سمك وكده، والدنيا كانت تمام. وحطيت الميه السخنه بقى، وهبتدي ان انا ايه اغطي عليه مع نفسه كده، وهبتدي ان انا اعمل معاكم السمك. السمك عملت البصل بالمبشره، عملته شرايح، وعملت الجزر، وعملت فلفل، وعملت طماطمايه حلوه كده، وبهارات السمك والثوم. همشي معاكم خطوه بخطوه دلوقتي. طبعا انا هنا كنت بعمل البصله نسيت وعملتها ناعمه، وبعد كده هلفها تاني اعملها شرايح، نسيت. بس لان الميه فعلا معفناني زي ما انتوا شايفين، انا مش عارفه، انا ما بسيبش مواعين في الحوض وانا شغاله في المطبخ، لازم المطبخ يكون عندي نضيف، بس اليوم ده فعلا كان حالفه ما تيجي يعني. الا بعد الفطار فانجزت يومي بقى. جبت حله كده شويه زيت، مش بحمر التوم، التوم بديله تشويحه بس مش بحمره، لان عشان ما يديش يعني ايه، ما يديش طعم التسبيكه كده، مش عايزه مسبك، انا عايزه التوم يكون من يعني ايه، بتبله كده. بحط شويه خل واتبله، اللي هو بس يبقى ايه ريحته بتبقى، يعني عايزه اقول لكم طريقه السمك دي بتدي ريحه في الشقه السمك جامده جدا. مش بنحمره، بنخليه يدبل كده بس، ونسقيه شويه خل. والخل لو خاب طبعا مش هتكتري، لان الخل اللي كان عندي ده ما كانش شديد قوي، فكنت حاطه شويه يعني. وابتدي ان انا ايه بعصر ليمون بقى والطريقه دي بتخلي طعم الليمون شديد اكتر لما بيتبل مع الثوم يعني. ابتديت ان انا كده اتبله، حطيت بهارات السمك برضو، ابتديت ان انا اشوح، وحطيت الكركم برضو، بحط شويه كركم بساط جدا، وساعات بحط صلصه وبشيل الكركم، يعني لو عايزاه احمر بحط صلصه، عايزاه اصفر بحط الكركم واشيل الصلصه، واقطع قطايه في الكركم والخلطه بتاعته. حطيت الفلفل زي ما انتم شايفين. بس كده. وابتديت ان انا بقى ايه، طبعا اقلب اقلب اقلب، انا عايزه طعم التوابل مع الفلفل مع الثوم مع الخل مع الليمون طعمهم يكون باين جدا. وحطيت شويه ميه وكده، عملنا الخلطه اللي احنا هنحط فيها بقى ايه البصل بتاعنا والجزر بتاعنا والطماطمايه والبقدونس، يعني يعني حوالي حبه بقدونس وحبه كزبره كده صغيرين. وحطيت البصل، وابتديت ان انا ايه، يعني دي زي التتبيله اللي بنقع فيها على النار بقى، بتستوي وبتاخد من بعضها يعني البصل والجزر. وابتديت ان انا اقلب كده، البصل قطعته شرايح، وهبتدي ان انا احط الجزر، وهبتدي برضو ان انا اللهم صل على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، شويه كزبره وشويه بقدونس، بس دول في الاخر خالص، وانا لما اكون طفيت، لان طبعا الخضره وكده ما بتستحملش النار يعني. طبعا انا مش شيف ولا حاجه، وانا قناه روتينات، بس فجاه لقيت نفسي قناه طبخ في رمضان. بعيش معاكم يومي بس، واجواء يومي والطريقه اللي انا بعمل فيها الاكل. ولو انتوا بقى عندكم طريقه احلى يا ريت تقولها لي برضو اعملها يعني. هعمل معاكم في العيد السمك بقى بالصلصه، يعني مثلا تكون التتبيله لونها احمر مش اصفر. كذا طريقه ممكن نعمل بيها السمك. وابتديت ان انا غسلت السمك كويس، كان عندي مغسول، بس ابتديت برضو ان انا ايه جبت طبق كده حلو وغسلته ونقعته في شويه ملح كده، سوري يا بنات، في شويه ليمون، واديته شطفه حلوه برضو عشان ما يبقاش زفر يعني. بس هو كان اصلا كنت شايلاه نضيف، شايلاه على الاكل على طول يعني، بس برضو ايه زيادة التأكيد. تمام. مش نقعته في ميه، يعني اللي هو ايه كان متلج، فبواقي الليمون اللي عندي القشر، فروحت ماسكاه كده ايه من قلبه، مسحاه مسحه حلوه، وشطفاه شطفه حلوه كده يعني. الخلطه دي بقى عباره عن ليمون وثوم وفلفل وبهارات سمك وكزبره وكمون. اسخن الطاسه كويس، الصينيه، واروح حاطه فيها شويه زيت زي ما انتم شايفين، ورحت حاطه الخلطه دي فيها كده، ببهر وبتبل السمك على اساس ان طعمه اصلا يكون يعني فيه الثوم والكزبره وحطيت ليمون زي ما انتم شايفين بقى، ده ليمون اللي انا بحط عليه دون وكده يعني. تمام. طبعا ده شويه كزبره وشويه بقدونس، وخلاص هطفي النار على كده. ودخلت السمك، حطيت شويه زيت على الوش، طبعا كنت اديته صدمه من تحت عشان ما يلزقش في الصينيه، لازم اديله صدمه كده ما بيلزقش معايا. طبعا انا هنا كنت حطيته في الفرن، خد تشويحه كده من فوق عشان مش عايزاه ينزل ميه سمك، اللي انا اديته صدمه من فوق وصدمه من تحت. وبعد كده حطيت عليه الخلطه دي، كانت جميله جدا ما شاء الله، كانت حلوه قوي، كان طعمها حلو، كان ملحها مظبوط، وكانت زي الفل.
وهبتدي ان انا احطه في الفرن حوالي دقيقتين 3 دقايق بس، ان هو ايه، واحط شويه زيت كده على الوش، واسيب الخلطه دي بس تحمر كده من فوق. وابتديت ان انا بقى ايه، خلاص الرز كنت وطيت عليه وركنته على جنب لانه كان استوى. وهنعمل طبق سلطه دلوقتي بالجزر، كان حلو جدا من غير خيار، ما بحبهاش بالخيار. وعملت الطحينه زي ما انتم شايفين كده. الطحينه عادي بنجيبي 3 معالق طحينه وكوبايه ميه وتعمليها عادي على النار. بص انا بشيلها بالمعلقه، مش عارفه ابني كان بيعمل ايه، كان بيصور ايه بالظبط، بس هو ما شاء الله طالع مش لازق. في حته بس اتقطعت مني، لكن هو ما شاء الله زي ما انتم شايفين من تحت كده السمكيه طالعه، بصوا طالعين طالعه بظهرها، يعني هي مش لازقه. وده الشكل الاكل الجميل، يا رب يكون عجبكم. متنسوش يا بنات تشجعوني باللايك والكومنت الجميل. مع السلامه، اشوفكم في فيديو. سلام.